مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية التي نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس ياسر أفورقي يتفقد التكنولوجيا الحديثة لتنمية الزراعة والمياه في مقاطعة الشانشي. الجهود المتضافرة الجارية للقضاء على الأمية تحقق نتائج مرضية. الدراج بنيام جرما يحتل المركز الثالث في سباق اليوم الواحد في هامبورغ الألمانية. الصين تؤكد للولايات المتحدة أنها تمثل فرصة اقتصادية وليست تهديدا. ستارمر يزور دبلن لتحسين علاقات بريطانيا مع أيرلندا والاتحاد الأوروبي. وزعيم كوريا الشمالية يؤكد على أهمية تعزيز القوة البحرية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تفقد فخامة الرئيس إسياس أفورقي خلال زيارته لمقاطعة الشانشي الصينية يوم أمس 7 سبتمبر تفقد التكنولوجيا الحديثة لتنمية الزراعة والمياه. وزار الرئيس إسياس أفورقي والوفد المرافق له معهد يانغ لينغ الزراعي ومعهد تطوير التقنيات الزراعية ذات كفاءة استخدام المياه ومصنع شانشي السيارات ومحطة لونغي للطاقة الخضراء، واطلعوا على معلومات وافية عنه. وفي مدينة شيان عاصمة المقاطعة التقى فخامة الرئيس إسياس أفورقي حاكم مقاطعة شانشي زو غانغ. وذكر السيد زو أن إريتريا والصين تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية، مضيفا أن العلاقة وصلت إلى أعلى مستوياتها اعتبارا من عام 2022 فصاعدا. وقال إن مقاطعة شانشي تجري الاستعدادات الكاملة لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات بين الرئيس إسياس أفورقي والرئيس شي جين بينغ. وشكر الرئيس إسياس أفورقي حسن الاستقبال والضيافة، وأضاف أن إريتريا والصين تتمتعان بعلاقات ومصالح مشتركة عمرها أكثر من 60 عاما، موضحا بأن الصين أصبحت أمل القارة الأفريقية بتنميتها الشاملة. وفي الختام أقام حاكم مقاطعة شانشي حفل عشاء على شرف الرئيس إسياس أفورقي والوفد المرافق له. تقع مقاطعة الشانشي في شمال غرب جمهورية الصين الشعبية، وتبلغ مساحتها حوالي 200 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة، وتضم أكثر من 110 جامعة وكلية، بالإضافة إلى حوالي 5000 مركز بحثي ومصانع لتصنيع الأغذية وشركات السيارات وغيرها. أفاد رئيس فرع التخطيط والتطوير لمناهج تعليم الكبار بوزارة التعليم السيد تكابو أيموت أفاد بأن الجهود المتضافرة للقضاء على الأمية تحقق نتائج مرضية. وبمناسبة 8 سبتمبر اليوم العالمي للقضاء على الأمية، قال وكالة الأنباء الإريتريا إرينا قال إن نسبة الأمية انخفضت من 80% في بداية الاستقلال إلى 20% في الوقت الحالي. وفيما يتعلق ببرامج عريوت، قال السيد تيكابو إنه تم تنفيذ برنامج للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 14 عاما، والذين لم تتاح لهم الفرصة للدراسة في منطقتهم في سن البدء المناسب. ومنذ العام الدراسي 2007 و2008 تم تنفيذه في مناطق القشبركة وعنسبة وشمال وجنوب البحر الأحمر، مما ساهم ذلك وصول عدد من الطلاب إلى أعلى المستويات. وقال إن معدل محو الأمية في البلاد وصل إلى 94% بين الفئة العمرية 15 وحتى 24 سنة، ولا يزال يتعين تحقيق 6% لبلوغ الهدف المنشود في عام 2030. وحث جميع الشركاء على العمل بجدية بشأن هذه القضية. ودعا السيد تكابو الهيئات الحكومية والاتحادات الوطنية إلى زيادة مساهمتهما لضمان عدم وجود أطفال وبالغين لا يحصلون على التعليم، موضحا بأن محو الأمية وبرنامج عريوت هما نقطة البداية لمحو الأمية وليس الهدف النهائي. يتم الاحتفال ب8 سبتمبر اليوم العالمي للقضاء على الأمية للمرة 23 على المستوى الوطني، وللمرة 59 على مستوى العالم.
ناشد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاسين المجتمع والدوائر الحكومية ذات الصلة بالعمل على إصحاح البيئة والمحافظة عليها، خاصة مع التغيرات المناخية والأضرار التي تحدثها وتأثيرها على المحاصيل الزراعية. وذكر حاكم الإقليم في لقائه بالإداريين وأعيان الضواحي والقرى بمديرية دباروا في 2 سبتمبر بالعمل الفعال للحفاظ على كل نقطة مياه وانجراف التربة بتعزيز المشاركة الاجتماعية. وأوصى المواطنين والمزارعين خاصة على الحرص باتباع الأساليب الإيجابية في استعمال الأراضي الزراعية ومناطق الرعي، بالإضافة إلى موارد المياه والأشجار. وأوضح مسؤول قسم البيئة السيد تخلى ميكائيل بدوره برامج إدارة موارد المياه والمشاريع التنموية للحفاظ على التربة، ذاكرا أهمية ودور الحفاظ على التوازن البيئي وتأثيرها على الحياة المعيشية والإنتاج الزراعي. وأكد المشاركون في الختام قيامهم بالمبادرة للمشاركة وتنسيق جهودهم لإنجاح البرامج التنموية. نظمت دورة إدارية لمدراء المديريات ونوابهم بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إرتريا والاتحاد الوطني للمرأة الإرتريا بالمديريات في الفترة ما بين 28 من أغسطس وحتى 4 سبتمبر الجاري في كلية الزراعة بحمل مالو. وأفاد مدير قسم الإدارة والمياه في إقليم عنسبة السيد كبرو من الأيو بأنه قد تم تنظيم الدورة بالتعاون ما بين إدارة إقليم عنسبة والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ومكتب الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إرتريا لتدريب 291 كادر إداري، من بينهم 53 أنثى، بهدف رفع المستوى الإداري وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى مشاركة التوجيهات العملية في المرافق الإدارية والخدمية. وتضمنت الدورة عناوين مفهوم الإدارة والإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية والمنشآت ومفهوم وأساليب التنظيم ومهارات التشاور وحل الخلافات ومفهوم القيادة، بالإضافة إلى دور الشباب والمرأة في التنمية الوطنية ومواضيع أخرى ذات صلة. وذكر حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى في كلمته الختامية اهتمام وجهود الحكومة في تقوية ورفع إمكانيات الموارد البشرية، مما يمكن المشاركين من تأدية عملهم وإدارة ما يتوجب عليهم من مهام بفعالية. نظم في 2 أغسطس الجاري سيمينار لرفع الوعي والمعرفة عن فوائد التبرع بالدم في مديرية عالدغيح. وأوضح مدير مستشفى عالدغيح السيد كبرو مشمانقوس الفوائد الصحية للتبرع بالدم، خاصة التبرع الطوعي وأهداف جمعية المتبرعين المتطوعين، بالإضافة إلى الجهود التي تبذل لزيادة محتوى بنك الدم الوطني. وقدم السيد كبرو شرحا مفصلا حول فصائل الدم المختلفة وصفاتها وإمكانية التبرع لتقديم المساعدة الطبية اللازمة. وأوصى ممثل فرع المتبرعين الطوعيين بالمديرية السيد كيروس قبر مريم المشاركين بدوره للتبرع بالدم للحفاظ على الأرواح التي لا مقابل لها بتقديم دم متجدد داخل أجسامنا. احتل الدراج الإرتري المحترف في صفوف نادي انترمارش البلجيكي بنيام قرماي المركز الثالث في سباق اليوم الواحد الذي نظم اليوم في هامبورغ الألمانية. وأنهى بنيام السباق الذي بلغ طوله 177.5 كيلومتر والمعروف باسم كلاسيكيات بيمر، دون أن يخسر الوقت أمام الهولندي أولاف كويج الذي احتل المركز الأول في 3 ساعات و39 دقيقة و49 ثانية. واحتل النرويجي ألكسندر كريستوف المركز الخامس والبلجيكي جاسبر فيليبسن في المركز السابع. تعد كلاسيكيات بيمر التي تقام للمرة 27 هذا العام حدثا قويا حصل على تصنيف 1 من قبل الاتحاد الدولي للدراجات. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أكد نائب وزير التجارة الصيني لنظيرته الأمريكية أن بلاده تمثل فرصة اقتصادية وليست تهديدا للولايات المتحدة، وذلك خلال محادثات عدها مهنية وعقلانية وبراغماتية. وتعد التجارة أحد مجالات الخلاف الكثيرة بين القوتين العالميتين، إلى جانب التنافس في التكنولوجيا والتوترات في بحر الصين الجنوبي وكذلك ملف تايوان. لكن بكين وواشنطن تحاولان منذ العام الماضي مواصلة الحوار رغم الخلافات بينهما. واستقبل نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للتجارة ماريسا لاغو في تيانجين بشمال الصين في ثاني اجتماع هذا العام بين المسؤولين المكلفين بقضايا التجارة الدولية. وأجرى المسؤولان محادثات مهنية وعقلانية وبراغماتية حول القضايا السياسية والتجارية التي أثارها خصوصا أصحاب الأعمال في البلدين، وفق ما قالت وزارة التجارة الصينية في بيان. قالت بريطانيا وأيرلندا إنهما تتجاوزان الخلاف للعودة إلى الصداقة خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لدبلن في إطار جهوده لتحسين العلاقات مع جمهورية أيرلندا والاتحاد الأوروبي. وأجرى ستارمر، وهو أول رئيس وزراء بريطاني يزور أيرلندا منذ 5 سنوات، محادثات مع رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس. جاء ذلك بعد أقل من شهرين من استضافة ستارمر لهاريس في مقر إقامته الريفي بعد فوز حزب العمال المنتمي إليه ستارمر في الانتخابات البريطانية. ويقول ستارمر إنه يريد تعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، ويأمل في تحسن العلاقات الدبلوماسية والتجارية دون إعادة النظر في الأساس الجوهري لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية على أهمية تعزيز القوة البحرية، وذلك خلال تفقده لموقع بناء قاعدة بحرية. وقالت وكالة الأنباء المركزية أن كيم أكد خلال تفقده للموقع على الحاجة إلى بناء ميناء بحري قادر على تشغيل أنظمة الأسلحة الخاصة بالسفن، وكشف النقاب عن تدابير عسكرية لنشر أنظمة للدفاع الساحلي مضادة للطائرات للدفاع عن الميناء. وقال كيم إن هناك مزايا جيوسياسية للموقع باعتباره موقعا استراتيجيا للبلاد يحدها البحر من الجانبين الشرقي والغربي، ولم يحدد التقرير موقع بناء القاعدة على وجه الدقة. في الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت وزارة الدفاع في بوليفيا حالة الطوارئ الوطنية بسبب حرائق الغابات المستعرة. وقال وزير الدفاع إدموندو نوفيلو في مؤتمر صحفي إن حالة الطوارئ الوطنية ستسمح للبلاد بتنسيق الدعم الدولي بسرعة. وتشهد بوليفيا أكبر عدد من حرائق الغابات منذ عام 2010، حيث أتت النيران على ما يقل عن 3 ملايين هكتار، أي 7.5 مليون فدان هذا العام، وذلك وفقا للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البرازيل الذي يتابع الحرائق. وتعاني قوات مكافحة الحرائق في بوليفيا من إنهاك كبير، فيما وجهت الحكومة نداء للحصول على مساعدات دولية. ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. فخامة رئيس سياسة أفريقيا تفقد التكنولوجيا الحديثة لتنمية الزراعة والمياه في مقاطعة شانشي. الجهود المتضافرة الجارية للقضاء على الأمية تحقق نتائج مرضية. والدراج بنيام قرماي يحتل المركز الثالث في سباق اليوم الواحد في هامبورغ. الصين تؤكد للولايات المتحدة أنها تمثل فرصة اقتصادية وليست تهديدا. ستارمر يزور دبلن لتحسين علاقات بريطانيا مع أيرلندا والاتحاد الأوروبي. وزعيم كوريا الشمالية يؤكد على أهمية تعزيز القوة البحرية. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.